آلاف من الوحوش اللي بتاكل لحم البشر واللي اسمهم تاوتي عايزين يدمروا عالم البشر. الوحوش دي كلها بتهجم مع بعض في نفس الوقت. يا ترى الوحوش دي جت منين في الأساس، وهل البشر هيقدروا ينجوا منهم؟ يلا بينا نبدأ حكاية النهاردة. القصة بتبدأ من زمن بعيد في الصين القديمة، في مكان مفيش حواليه غير صحراء فاضية وجبال عالية جدا وسكون يشبه الموت منتشر في كل مكان. وعلى الطريق الخطر ده بنشوف شوية ناس بيجروا بخيولهم عشان ينجوا بحياتهم، لأن وراهم قطاع طرق خطيرين جدا من منغوليا بيطاردوهم. قائد المجموعة اللي بتهرب دي اسمه ويليام ورجالته بيمشوا خيولهم بأقصى سرعة وقوة عندهم، لأن قطاع الطرق ما كانوش مستعدين يسيبوهم في حالهم. ويليام بيفهم إنهم لو فضلوا يجروا بالشكل ده مش هيقدروا يعيشوا لفترة أطول. ساعتها ويليام بيعمل حركة صايعة، بيقطع حبال شوية من الخيول بتاعته وبيسيبهم يجروا بحرية. أول ما الخيول دي بتجري في اتجاه تاني، قطاع الطرق بيتخدعوا وبيجروا ورا الخيول الفاضية دي. ويليام ورجالته بيستغلوا الفرصة دي وبينجوا بحياتهم وبيهربوا من المكان. الليل بيجي على ويليام وبقية رجالته اللي عاشوا، فبيعملوا معسكر في مكان مهجور. كل الناس دي بتكون تعبانة جدا وما بقاش معاهم لا أكل يكفي ولا مية. وهنا بنعرف ان الناس دي قطعت كل المسافة دي للصين علشان تدور على حاجة واحدة بس مميزة، وهي البارود الاسود. وده عبارة عن بارود خطير جدا يقدروا يكسبوا بيه اي حرب. وهم قاعدين بيريحوا، فجأة من جوه الضلمة كائن غريب وخطير بيهجم عليهم. الكائن ده بيكون سريع وشرس لدرجة انه في غمضة عين بيخلص على المجموعة كلها. ويليام بيطلع سيفه بسرعة وبكل قوته بيضرب ضربة في الضلمة، فبيقطع ايد الوحش اللي بتقع على الارض. الوحش الغامض ده بيصرخ من الألم وبيرجع يهرب تاني في الضلمة. بعد كده الاتنين بيركبوا خيولهم وبياخدوا ايد الوحش المقطوعة دي معاهم وبيمشوا من المكان. تاني يوم الصبح نفس قطاع الطرق المنغولين بيظهروا قدامهم في طريق مرة تانية وبيطاردوهم. ويليام وتوفار بيفضلوا يجروا عشان ينجوا بحياتهم لحد ما بيوصلوا المكان بيخليهم يبرقوا وعينيهم تفضل مفتوحة من الصدمة، لأن قدامهم كان واقف سور ضخم جدا مبني من الحجارة اللي هو سور الصين العظيم. السور ده بيكون عالي وطويل جدا، وفوق السور في آلاف الجنود الصينيين واقفين بيحرسوه، ودلوقتي أسهمهم متوجهة مباشرة ناحية ويليام وتوفار. دلوقتي الموقف بقى كالتالي: وراهم قطاع الطرق المنغولين وقدامهم الجيش الصيني المتمركز على سور الصين العظيم. ويليام وتوفار بياخدوا قرار ان بدل ما يموتوا على ايد قطاع الطرق الاحسن انهم يسلموا نفسهم للجيش الصيني. الاتنين بيرموا اسلحتهم على الارض، والجنود الصينيين بياخدوهم اسرى وبيدخلوهم جوه السور. بعد كده بياخدوهم يوقفوهم قدام كبار ضباط الجيش الصيني، الجنرال شاو والقائده لين. دلوقتي الجنود الصينيين بيفتشوا شنطه ويليام، وفجاه بيطلع من الشنطه ايد الوحش المقطوعه. أول ما بيشوفوا كده كل اللي موجودين هناك بيتصدموا ويستغربوا جدا. القائدة لين بتسأل ويليام بغضب: أنت جبت البتاع ده منين؟ ويليام بيحكي لها القصة كلها وإزاي هو قطع إيد الوحش، لكن ولا واحد من اللي واقفين بيصدق كلامه. الجنود بيبدأوا يتريقوا عليه ويضحكوا، لكن كان موجود هناك راجل عجوز وخبير اسمه وانج بيبص بتركيز على سيف ويليام وهدومه، ولما بيشوف دم الوحش اللي لونه أخضر عليهم وانج بيفهم إنهم مش بيكذبوا وإنهم فعلا هم اللي قطعوا إيد الوحش ده. القائدة لين بتقول إن الأجنبيين دول لازم يتعدموا فورا، لأنهم عرفوا الأسرار السوداء بتاعت السور ده، ولو سابوهم ممكن يشكلوا خطر على أسرار السور. لكن وانج بيقول إن قبل ما نقتلهم لازم نعرف الحقيقة كاملة. وهم لسه بيتكلموا في الموضوع ده فجأة أجراس الخطر بتبدأ ترن في كل حتة في القلعة. في حارس بيجي وهو بيجري وبيصرخ عشان يبلغهم ويقول لهم هم جايين، هم بيقربوا من السور. أول ما الجنرال شاو بيسمع كده بيدي أمر فوري بالاستعداد للحرب، وفي ثواني حالة من الفوضى والهرج بتعم على سور الصين العظيم كله، والجنود بيمسكوا أسلحتهم وبيجروا على أماكنهم، وتجهيزات الحرب بتبدأ في كل مكان. بيكلبشوا ويليام وتوفار وبياخدوهم لفوق السور. أول ما بيوصلوا فوق الاتنين بيشوفوا إن كل جندي لابس درع بلون مختلف، وحسب اللون ده بتتحدد وظيفتهم. يعني اللي لابسين درع أحمر دول رماة الأسهم، واللي لابسين درع أسود دول بيحاربوا على الأرض، والمميزين جدا هم اللي لابسين درع أزرق، ودول فرقة كلها ستات تحت قيادة القائدة لين. ساعتها ويليام بيشوف حاجة غريبة جدا من بعيد بين السماء والأرض، بيحس كأن في موجة خضراء ضخمة جدا بتقرب ناحية السور العظيم. ويليام ما بيفهمش في الأول إيه ده، بس بعدين بيكتشف إن الموجة دي عبارة عن جيش من آلاف الوحوش اللي بتاكل البشر واللي بيتقدموا ناحيتهم. والوحوش المرعبة دي اسمها تاوتي، ده نفس قطيع الوحوش اللي ويليام قطع إيد واحد منهم الليلة اللي فاتت. الجنرال شاو بيدي أمر فوري بالهجوم. الجنود فورا بيبدأوا الهجوم من على السور وبيرموا كرات نار ضخمة جدا ناحية الوحوش. كور النار دي بتحرق وحوش كتير من التاوتي وبتخليهم رماد، لكن بالرغم من كده
كده سرعتهم ما بتقلش وبيفضلوا يتقدموا ناحية السور من غير ما يوقفوا لأن عددهم الحقيقي بالآلاف. الجنود بيبدأوا كلهم مع بعض يمطروا آلاف الأسهم زي المطر في السماء على وحوش التاوتي. فرقة المحاربات اللي لابسين الدرع الأزرق بتتقدم لقدام، وكل المحاربات دول بيربطوا حبال في وسطهم، وبعد كده بينطوا من ارتفاع السور العظيم مباشرة لتحت ناحية الوحوش. بيكون في ايديهم رماح طويلة وهم متعلقين في الهواء بيهاجموا التاوتي، وبعد كده بيتشدوا لفوق تاني بمساعدة الحبال. المنظر بيبان كأنه عرض أكروبات خطير، لكن هنا أي غلطة صغيرة معناها الموت المباشر. ورغم كل الهجمات دي وحوش التاوتي ما بتقفش وبيوصلوا بالتدريج لحد ما بيبقوا قريبين جدا من السور. ويليام بيكون واقف فوق وبيتفرج على كل ده وبيشوف ازاي الجنود الصينيين بيموتوا واحد ورا التاني. ساعتها بيكون في سجين أجنبي تاني هناك اسمه بلارد بيقوم يحرر ويليام وتوفار. في الحقيقة بلارد نفسه كان جه هنا من 25 سنة طمعا في البارود الأسود، لكنه من وقتها وهو محبوس في المكان ده. أول ما ويليام بيتحرر بيشوف إن في جندي صيني شاب اسمه بينج في خطر، وفي وحش توتي ضخم بيقرب منه بسرعة جدا. ويليام ما بيتأخرش ولا لحظة، بيمسك رمح فورا وبيجري بكل قوته ناحية الوحش، وبعدين بيغرز الرمح ده مباشرة في بق الوحش. وتوفار كمان ما بيفضلش متأخر، وهما الاتنين مع بعض بيقضوا على وحش التوتي المرعب ده. لما الجنرال شاو والقائدة لين بيشوفوا ده بيتصدموا، لأن الناس اللي كانوا فاكرينهم أسرى لحد دلوقتي هم اللي بينقذوا حياة جندي من جيشهم النهاردة. وفجأة في وحش بيطلع صوت غريب جدا، وأول ما بيسمعوا صوته كل الوحوش التانية بتبدأ تتراجع لورا كأن الحرب خلصت. في الحقيقة الوحش اللي طلع الصوت ده كان ملكة تاوتي، ولما ويليام بيشوف ده بيبدأ يفهم إن الوحوش دي بتعمل كل حاجة بناء على إشارات ملكتهم. لكن وهم بيتراجعوا وحوش التاوتي بيسحبوا جثث زمايلهم الميتين معاهم عشان البشر ما يقدروش يشوفوا أجسامهم ويكتشفوا نقط ضعفهم. بعد كده الجنرال شاو بيجي لويليام وتوفار وبيقول لهم إنهم أظهروا شجاعة كبيرة جدا النهاردة، وعشان كده هم ما بقوش أسرى خلاص بل بقوا ضيوفهم. بعد الحرب ويليام وتوفار بيتقابلوا تاني مع نفس السجين الأجنبي بلارد بيقول لهم إن الحاجة اللي هم جايين من بعيد قوي عشان يدوروا عليها موجودة معاه. وبعدين بلارد بيوريهم البارود الأسود اللي هو كان مخبيه. دلوقتي بلارد بيحط خطة وبيقول إن المرة الجاية لما التاوتي يهجموا والجيش كله يكون مشغول في الحرب هما التلاتة هيستغلوا الفرصة ويسرقوا البارود الأسود ويهربوا من هنا. في الوقت ده وانج بيكون بيفتش في حاجات ويليام، وفجأة بيشوف حجر غريب جدا. في الحقيقة الحجر ده كان عبارة عن مغناطيس، ووانج بيفهم إن أول ليلة لما ويليام قطع ايد التاوتي المغناطيس ده كان معاه، واحتمال كبير ان المغناطيس ده هو السبب اللي خلى الوحش يضعف. بعد كده وانج بيحكي لويليام القصة الحقيقية لوحوش التاوتي دول. وانج بيقول له من حوالي 2000 سنة نزل نيزك من السماء وقع على الجبل ده، ومن النيزك ده اتولدت وحوش التاوتي الخطيرة دي. دول مش مجرد حيوانات عادية بل الناس بتعتقد انهم جم عشان يعاقبوا البشر على طمعهم وذنوبهم. في الواقع الوحوش دي بتصحى كل 60 سنة وبتهجم على البشر، وهدفهم الوحيد هو أكل اللحم. هم بيقتلوا أي إنسان أو كائن حي يقابلهم في طريقهم، وبياخدوا لحمه ويودوه للملكة بتاعتهم، والملكة بتاكل اللحم ده وبتولد آلاف من التاوتي الجداد. بعدها وانج بيطلع خريطة وبيقول إن عاصمة الصين على بعد 300 ميل بس من السور العظيم، وعايش فيها حوالي 2 مليون بني آدم. لو الوحوش دي عدت السور مرة واحدة كل الناس اللي هناك هيبقوا أكل للوحوش دي، ولما يلاقوا كمية اللحم دي كلها الوحوش دي هتسيطر على العالم كله. دلوقتي بنشوف ان الجنرال شاو بتوصل له اخبار ان في حراس اختفوا فجأة من الجزء الغربي من السور العظيم. الجنرال شاو والقائدة لين بياخدوا معاهم شوية جنود فورا وبيروحوا هناك عشان يحققوا، لكن لما بيوصلوا بيشوفوا منظر مرعب جدا. بيلاقوا الحراس ميتين هناك، بس الغريب في الموضوع ان التاوتي ما اكلهمش. الموضوع ده كان غريب جدا لان وحوش التاوتي مش بيسيبوا اي فريسة ليهم بالشكل ده. ساعتها الجنرال شاو بيفهم ان ده مش هجوم عادي بل ده فخ، وان الوحوش دي استدرجت الجنود هنا قاصدين. وفي اللحظه اللي بعدها بيطلع وحش تاوتي مستخبي في الضباب الكثيف وبيهجم عليهم فجاه من ورا. القائده لين بتبقى في خطر، بس عشان ينقذها الجنرال شاو بيتقدم بنفسه، وفي الهجوم ده الجنرال شاو بيتصاب اصابه بالغه. الجنود بينقذوه وبيرجعوا بيه، بس بيكون الوقت اتاخر جدا. وقبل ما يموت الجنرال شاو بيدي اوامره الاخيره بإن القائدة لين هتبقى هي الجنرال الجديد للجيش كله. وبعد ما بيقول كده الجنرال شاو بيموت، وبعدها حالة من الحزن بتسيطر على سور الصين العظيم كله. وعشان يودعوا الجنرال البطل بتاعهم بيطيروا آلاف من الفوانيس المضيئة في السماء. في الوقت ده بيوصل مبعوث خاص من العاصمة للسور العظيم وبيفحص المخطوطات القديمة، وبيقول إن التاوتي لو قربوا من مغناطيس بيضعفوا وبيهدوا لبعض الوقت.
ولما ويليام بيسمع كده بيقول إن لو ده حقيقي فعلا فلازم نثبت ده، وعشان نعمل كده لازم يمسكوا وحش توتي عايش. بعد كده وانج بيعمل خطة بيخلي الناس تجهز خطاطيف حديد كبيرة جدا وبتكون أطرافها مدهونة بدم بينيم نوم عميق. الخطة بتكون إن أول ما التوتي يقربوا من السور هيصطادوهم بالخطاطيف دي ويسحبوهم لفوق. دلوقتي بنشوف إن ضباب كثيف بيغطي المكان كله، ومن ورا الضباب ده آلاف الوحوش من التوتي بيبدأوا يتقدموا ناحية السور العظيم. الضباب بيكون تقيل جدا لدرجة إن الجنود مش شايفين حاجة واضحة، فبيبدأوا يضربوا أسهم ورماح بالبركة، لكن التوتي بيفضلوا يتقدموا باستمرار. والجنرال لين بتدي أمر فوري بإطلاق الخطاطيف. بينزلوا خطاطيف حديد كبيرة جدا من على السور وبتكون أطرافها عليها الدم المنوم. في توتي كتير بيعلقوا فيها، بس هم بيكونوا أقوياء جدا لدرجة إن الأغلبية بيكسروا السلاسل وبيهربوا. بعد كده في وحش توتي بيضعف بسبب تأثير الدواء المنوم وبيعلق في السلاسل، لكن المشكلة إن الوحش ده بيعلق في نص السكة، ولو الجنود شدوه لفوق بالقوة السلاسل ممكن تتقطع والخطة كلها تبوظ. ساعتها ويليام بياخد قرار إنه هينزل بنفسه تحت. كل الناس بتحاول تمنعه، لكن ويليام بينزل على السلسلة من غير أي خوف. تحت بيكون في مئات من وحوش التوتي الجعانة بتلف حوالين المكان. ويليام بيوصل لوحده وسطهم وبسرعة بيبدأ يربط الوحش الضعيف ده بالسلاسل كويس جدا، لكن فجأة بقية التوتي بيحاصروه من كل حتة. دلوقتي الموقف بيكون إن ويليام لوحده وقدامه مئات من الوحوش واقفاله زي الموت، وبيبان كأن نجاته النهاردة بقت مستحيلة. وفجأة بيجي رمح بسرعة جدا وبيغرز في عين واحد من الوحوش. ويليام بيبص لفوق فبيشوف صاحبه توفار، وتوفار بيفضل يغطي ويليام من فوق بشكل مستمر. ويليام بيستغل الفرصة دي وبيربط الوحش بالكامل في السلاسل، وبعد كده الجنود من فوق بيشدوا التوتي ده بكل قوتهم واخيرا بيمسكوه عايش. ويليام وتوفار هم كمان بطريقة ما بينجوا من الموت وبيرجعوا لفوق. دلوقتي بيحطوا حجر المغناطيس ده قدام وحش التوتي اللي مسكوه عايش، واول ما الوحش اللي كان بيهيج بيشوف المغناطيس بيهدى تماما. يعني كلام وانج كان صح، المغناطيس بيضعف التوتي لبعض الوقت. ولما كلهم بيكونوا بيفحصوا الوحش المقبوض عليه بيسمعوا أصوات غريبة طالعة من تحت الأرض. لما الجنرال لين بتنزل عشان تحقق في النفق اللي تحت الأرض وتشوف المنظر هناك، الأرض بتتهز تحت رجليها، وبتفهم إن توتي طول الأيام اللي فاتت دي كانوا بيهاجموا السور العظيم بس عشان يشتتوا انتباههم، لأن الخطة الحقيقية كانت تحت الأرض. الوحوش كانوا عملوا نفق ضخم تحت السور العظيم في السر، ومن طريق النفق ده آلاف من التوتي كانوا فعلا عدوا السور وفي طريقهم للعاصمة. دلوقتي حياة 2 مليون شخص بقت في خطر، يعني العالم كله بقى في خطر. وفي أصعب الأوقات دي بيلارد وتوفار بيحاولوا يسرقوا البارود الأسود ويهربوا. ويليام بيمنعهم وبيقول لهم إن ده مش وقت هروب، ده وقت قتال. لكن بيلارد ما بيكونش مستعد يسمع كلام حد وبيهجم على ويليام من ورا وبيفقده الوعي، وبياخد توفار معاه وبيهرب من هناك. لما ويليام بيفوق الجنرال لين بتعتقد ان ويليام شريك للحراميه دول وبتدي امر بحبسه وهي غضبانه جدا. لكن ساعتها الجندي الصيني الشاب بينج اللي ويليام انقذ حياته بيتقدم لقدام. بينج بيقول للجنرال لين ان ويليام مش حرامي وانه حاول يمنعهم وانه عايز يساعدنا. بعد ما بتسمع كلام بينج غضب لين بيهدى شويه، لكن دلوقتي ما كانش عندهم اي وقت للتفكير لانهم لو راحوا العاصمه بالخيول كانوا هيتاخروا جدا. وعشان كده الجنرال لين بتاخد قرار خطير. بعد كده الجنرال لين بتعمل خطة عشان يوصلوا للعاصمة مباشرة عن طريق السماء باستخدام مناطيد الهواء الساخن، لكن المناطيد دي ما كانتش آمنة خالص والهواء كان شديد جدا والطريق كمان خطير قوي. مناطيد كتير بتولع وتنفجر في السماء وجنود كتير بيقعوا لتحت وبيخسروا حياتهم، لكن الجنرال لين ما بتوقفش وبتطير ناحية العاصمة مع الكام محارب اللي فاضلين معاها. هنا بيتم الإفراج عن ويليام من السجن، ووانج بيقول له إن كل حاجة انتهت وإن وحوش التوتي وصلوا لأسوار العاصمة. ويليام بيقول لوانج أنا هروح للين ومش هرجع إلا لما أخلص المعركة دي. بعد كده ويليام ووانج بيوصلوا العاصمة بسرعة بأي طريقة، ولما بيوصلوا بيشوفوا إن المدينة كلها اتحولت لجحيم. الصريخ بيبقى مالي كل مكان والتوتي بيكونوا دخلوا المدينة وبيهجموا على الناس العادية. الجنرال لين بتكون محبوسة مع فريقها في برج عالي ووحوش التوتي محاوطينهم من كل حتة، وبيبان كأن لين وجنودها مش هيقدروا ينجوا. لكن ساعتها ويليام بيجي من فوق وبيرمي أسلحة متفجرة معمولة من البارود الأسود على التوتي وبينقذ لين بانفجار قوي. بعد كده ويليام ولين ووانج بيستخبوا بأي طريقة في برج عالي في قصر قديم. دلوقتي ما كانش قدامهم غير طريق واحد بس وهو نفس التوتي اللي مسكوه عايش. وانج بيقول إننا لو عايزين نقتل الملكة لازم نستخدم التوتي ده لأن جيش التوتي كله مربوط بالملكة، ولو الملكة ماتت فبقية الوحوش كمان هينتهوا. دلوقتي بيحطوا الخطة الأخيرة وهم إنهم هيربطوا متفجرات على جسم التوتي اللي اتمسك عايش وبعدين يسيبوه، وأول ما الوحش ده يوصل للملكة
باللحم والملكة تبدأ تاكله، في نفس الوقت هيفجروه ويخلصوا عليها. بعد كده ويليام ولين ووانج وبقية الجنود بياخدوا التاوتي الأسير ده وبيبدأوا يتقدموا من ممرات مبنية تحت الأرض، لكن التاوتي بيعرفوا ريحتهم، وفي لمح البصر آلاف من الوحوش بيدخلوا جوه النفق وما بيبقاش في أي طريق يهربوا منه. ساعتها الجندي بينج بياخد قرار كبير، بيولع في المتفجرات اللي مربوطة على جسمه وبيقف في طريق الوحش، وفي اللحظة اللي بعدها انفجار مرعب، وبكده بيضحي بحياته وبينقذ ويليام ولين ووانج. دلوقتي بنشوف ويليام ولين ووانج بيوصلوا للبرج العالي بتاع القصر، وتحت في الشارع بتكون ملكة التاوتي موجودة وحواليها آلاف من الوحوش بيحرسوها، وساعتها بيسيبوا التاوتي الأسير اللي مربوط بالمتفجرات، والوحش بيجري باللحم ده مباشرة ناحية الملكة. ويليام بينشم من فوق وبيضرب سهم ناحية الملكة، لكن حراس الملكة بيكونوا أذكياء جدا وبيصدوا السهم ده فورا بأجسامهم والخطة بتاعتهم بتبوظ. والمصيبة الأكبر من كده إن الملكة بتشوفهم وبتطلع صرخة مرعبة جدا، وأول ما آلاف التاوتي بيسمعوا صوتها بيبدأوا يتسلقوا البرج. دلوقتي الوضع بيكون باظ تماما، ووانج بيفهم إن مبقاش فيه غير طريق واحد بس للنجاة، فبيقف بنفسه على الباب عشان يحمي ويليام ولين. وانج بيرمي حجر المغناطيس ناحية ويليام وبيقول له انتوا الاتنين روحوا واقضوا على الملكة، وبعد كده وحوش التاوتي بيهجموا بشراسة على وانج وبيموتوه. دلوقتي ما بقاش فاضل غير ويليام ولين، والوحوش بيكون وصلوا قريب جدا منهم وما كانش معاهم غير متفجر اخير واحد بس. ساعتها ويليام بيسأل لين هل انت بتثق فيا؟ ولين بترد من غير خوف ايوه، وبعد كده الاتنين بيتدلدلوا لتحت من شباك البرج بمساعدة حبل وهم متعلقين في الهواء بيحاولوا يقربوا من الملكة. ويليام بيرمي حجر المغناطيس ناحية حراس الملكة، وبسبب تأثير المغناطيس الحراس بيضعفوا لثواني معدودة. لين بتستغل الفرصة الصغيرة دي وبترمي الرمح اللي في ايديها بكل قوتها، وفي الحقيقة الرمح ده كان متركب في اخره المتفجر. الرمح بيروح مباشرة وبيغرس في كومة اللحم اللي الملكة كانت هتاكلها، وفي اللحظة اللي بعدها بيحصل انفجار جبار، المنطقة كلها بتتملي نار ودخان وملكة التاوتي بتموت. اول ما الملكة بتموت بنشوف منظر عامل زي المعجزة، كل بقية التاوتي اللي متصلين بيها بيقفوا فورا، وفي لحظات بيبقوا عاجزين وبيقعوا على الارض كأن كل طاقتهم انتهت. الخوف والدوشة اللي كانوا ماليين العاصمة كلها بيهدوا فجأة، والعالم كله بينجو من دمار كبير جدا. بعد ما الحرب بتخلص ويليام بيرجع تاني لسور الصين العظيم، هناك امبراطور الصين بيكون عايز يديله مكافأة، والامبراطور بيسأله انت عايز ايه؟ ذهب ولا بارود اسود؟ ويليام بيفكر لثواني وساعتها بيشوف ان صاحبه توفار محبوس في قفص. في الحقيقة الجنود كانوا قبضوا على بلارد وتوفار وهم بيهربوا، وبلارد مات في الصحراء. ويليام بيبتسم وبيقول انا مش عايز حاجة غير حرية صاحبي. اول ما الامبراطور بيسمع كده بيدي امر بالافراج عن توفار. بعد كده ويليام بيمشي بحصانه لقدام وبيطلع مرة تانية في رحلة لمكان مجهول. وبتخلص قصتنا لحد هنا، لكن افلامنا وقصصنا ومسلسلاتنا لسه ما خلصتش. ملاحظاتكم قيمة جدا بالنسبة لي، ولو عايزين تشوفوا قصص وافلام مؤثرة زي دي اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان القصة اللي بعد كده توصل على شاشة موبايلاتكم على طول. شكرا للجميع.